الاهلي يرفض هدية الزمالك. الزمالك اتعادل مع انبي 0-0، وادى للنادي الاهلي فرصة كبيرة انه لو فاز على بيراميدز ينافس على الدوري ويبقى ماتش القمة هو الماتش الفيصل في البطولة. لكن الاهلي يرفض الهدية ويتغلب بفضيحة من نادي بيراميدز 3-0. والدور الاول كان اتغلب 2-0، يعني الاهلي فشل ان يحرز اي هدف في نادي بيراميدز لا في الدور الاول ولا في الدور الثاني، تحت قيادة المدير الفني ييس كرومب بتاع النادي الاهلي اللي ضيع افريقيا وضيع الكاس وضيع الدوري. ولازم تحصل ثوره تصحيح داخل النادي الاهلي، يتشال المدير الفني ويتشال احمد سيد زيزو اكتر من اللي بوظ غرفه الملابس في النادي الاهلي بالعقد الكبير اللي جابيه. ولازم في لعيبه كتير يحصل ليها احلال في النادي الاهلي عشان النادي الاهلي تعود له البطولات مره اخرى. وبكده المنافسه في الدوري بقت بين الزمالك وبيراميدز، الفرق 3 نقاط. بيراميدز هيستنى مباراه القمه على احر من الجمر ان النادي الاهلي يعطل الزمالك وهو يفوز فيتعادل في النقاط مع نادي الزمالك، وينتظر تعثر الزمالك في مباراه سموحه او مباراه سيراميكا كليوباترا. فماذا سوف يحدث؟ دعونا نرى.